ناس كتير عرضوا عليا ان انا مقابل شهرة، مقابل فلوس، هاتها جمايل يا رب. مقابل شهرة، مقابل فلوس، بس اقلع الحجاب. وهو فين الحجاب ده بقى؟ هو حضرتك محجبة؟ ده انا فاكرك مصدعة او واخدة دش. بس اقلع الحجاب. ده مين الستايلست بقى اللي عامل لحضرتك الحجاب ده؟ معمر القذافي؟ بس اقلع الحجاب. بص يا استاذة، وانا مش هكلم حضرتك في الحجاب. اساسا ما ينفعش معاه بنطلون. انت حضرتك محتاجة تسوي القطاط عشان مش متظبط، محتاج يتظبط. طب الأغنية التانية أو الشعر ده التاني؟ الشعر بقى بيت شعر كده جميل. بيت شعر بقى جميل، احمد شوقي يا اخواتي. أيوه. ده سميته بيت شعر في رسالة الحب. ما شاء الله، ربنا يخليهولك يا رب وتفرح بيه. نبدأ بقى نقول ايه: أردت أن أكتب لك شعرا. لك؟ ليه بتقفلونا؟ ليه أردت أن أكتب لك شعرا؟ ليه مش لكي؟ هو الفنان مصطفى قمر والنجم هشام عباس هم اللي عملوا فينا الموضوع ده من زمان. يعني ليه بتغنوا لواحد؟ يعني ليه بتقفلني؟ يعني ليه يا ناس أنا دبت في دباديبه؟ ليه مش دباديبها؟ حتى أحلى، يعني يا ناس أنا دبت في دباديبها، إنما في دباديبه ريمبو جدا يعني. أردت أن أكتب لك شعرا فلم أجد قلم، أحسن والله العظيم، 3 أحسن. فكسرت حتة من صدري عشان أكتب بيها. انتوا كنتوا بتاكلوا فراخ، كسرت حته من صدرك؟ ايه من صدرك انت؟ كتبت بيها؟ كتبت بصدرك ازاي يعني؟ صدرك بيطلع حبر؟ ما لقيتش حبر فخدت نقطة دم عشان أكمل بيها. انت بتاخد في الحلقه كام بقى اللي هم مستضيفينك فيها دي؟ فما لقيتش ورقة أكتب عليها. يا عم ده هو ربنا مش رايد يعني. انت لا لاقي قلم ولا ورقه ولا حبر وبرضه مصر تكتب شعر لواحد صاحبك. اتضح إن وشك فقر. اتضح ان وشها فقر. انت ماسك حاجه على صاحب القناه صح؟ زقيتوا عليه واحده وصورتوه معاه وكده وبتذلوه فبيطلعك في القناه صح؟ يا بومة، يا بومه دي عاطفيه دي يا جابر. والله العظيم ما أنا كاتب حاجة تاني. احسن والله العظيم، 3 احسن. وانت تبقى راجل مش تمام لو استضفته تاني. خلي بالك يا عم المذيع انت. كل ده في الشعر. طبعا كل ده في الشعر. والختام ده والله ما أنا كاتب حاجة تاني. اردت ان اكتب لك شعرا فلم اجد قلم. شوف الحظ يا اخي. يا ممس حرام عليك. ممس ده اللي كان بيثبت محمد هنيدي وهو داخل الكلية. القافية يا أستاذ محمد لازم تقفل الكلام بقافية جميل. الكافية الكافية مهمة طبعا. الناس بتقعد تكتب في الكومنتات اقطعوا النت عن مصر، اقطعوا التلفزيونات عن مصر، دي اهم. والله الناس بتتأثر بالتلفزيونات، بتقولك ده جه في التلفزيون فبتصدق، انما النت تقولك ده كلام نت ممكن يكون مش حقيقي. فبجد التلفزيونات، الناس اللي انتوا بتستضيفوهم دول انتوا بتستضيفوهم على اساس ايه؟ يعني الاخت المحجبة دي مش محجبة، والراجل الشاعر ده مش شاعر بأي حاجة. فبالله عليكم اتقوا ربنا فينا بقى شوية.